التلاعب بالنتائج وتعمد الخسارة لاختيار المنافسين في البطولة ظاهرة حدثت في بطولة كأس آسيا في قطر في ختام دور المجموعة. هذا المشهد يذكرنا بواقعة تختلف تماما عما حدث في آسيا. فضيحة خيخون في كأس العالم 82 في اسبانيا، عندما كان الضحية منتخب عربي وهو الجزائر، واللي كان على بعد خطوة للتأهل إلى الدور القادم بسبب فوزه على ألمانيا وهو المنتخب المرشح للقب، وكذلك فوزه على تشيلي في الجولة الثالثة. لكن نظرية المؤامرة بين ألمانيا الغربية والنمسا أطاحت بالجزائر بسبب تآمر الطرفين على إقصاء الجزائر في ختام دور المجموعات، لأن ألمانيا كانت بحاجة إلى الفوز، وفوزها على النمسا يضمن لها التأهل إلى الدور القادم. وقيمة المباراة بين ألمانيا والنمسا، وفعلا كانت مباراة هزلية وصفها العالم بأنها أكبر فضيحة أخلاقية في تاريخ كرة القدم. فاز الألمان 1-0 وتأهلوا مع النمسا، وخرج المنتخب الجزائري من البطولة. وبسبب هذه المؤامرة غير الفيفا اللوائح واعتمد نظام اللعب في نفس التوقيت في الجولة الثالثة منعا للتلاعب.